بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على بركة الله نكمل في درس صفات الحروف، وما زلنا في الصفة الأولى، صفة الهمس. يجب أن تنتبهوا جيدا لهذه الصفة التي حروفها 10. حثه شخص فسكت، يعني فقهاء التجويد جمعوها لنا في هذه الكلمة باش نعقلوا عليها. حثه شخص فسكت. إذن هذه الحروف عند النطق بها في كتاب الله سبحانه وتعالى يكون التصويت بها ضعيف. لماذا قلنا سابقا؟ لأن النفس يجري مع هذه الحروف، وهذه الحروف تنقسم إلى قسمين: الحروف 8: الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين. هذه الحروف 8 يجري النفس معها تماما. متفقين؟ فيكون التصويت بها ضعيف. أما الكاف والتاء فيجري النفس معهما بمقدار. لماذا؟ لأن الكاف والتاء لديهما صفة أخرى يتصفون بها، سنعرفها في الحصص القادمة. وهذه الصفة التي يتصف بها الكاف والتاء لا تتصف بها الحروف 8 الأخرى التي يجري النفس معها تماما. ركزوا معي مزيان. الكاف والتاء يجري النفس معهما بمقدار. لماذا؟ لأن هناك صفة يتصف بها الكاف والتاء هي التي منعت النفس أن يجري معهما تماما، وهذه الصفة التي يتصف بها الكاف والتاء لا تتصف بها الحروف 8 الأخرى. لذلك يجب الانتباه، ويجب أن تتذكروا إن شاء الله الكاف والتاء. عندما أصل إلى تلك الصفة سأقول لكم هذا هو المانع الذي جعل الكاف والتاء يجري النفس معهما بمقدار. متفقين؟ إذا نكتفي بهذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.